هذه القطع من الأسلحة المذهبة التي عثر عليها في قصر لعدي صدام حسين بعد سقوط حكم والده تمثل وجهي العنف والثراء اللذين صبغا حياته وأثرا في تكوين شخصية الطفل المدلل الذي كان من بين أكثر الشخصيات إثارة للجدل ولمشاعر الناس ولكثير من القصص تصل إلى حد الخرافة. وكونه ابنا للرئيس كان مبررا كافيا ليشغل عدي العديد من المناصب في الدولة، لكن المقربين منه يؤكدون أنه يتمتع بذكاء شديد وهو يجيد اللغة الإنجليزية ويتابع أحدث التطورات العلمية والاختراعات، كما أنه يتقن قيادة الطائرات المروحية. انتخب عدي عضوا في المجلس الوطني العراقي وتولى رئاسة اللجنة الأولمبية، وكان مسؤولا عن إدارة صحيفة ومحطة تلفزيون. وتكثر الروايات عن تعذيبه للعاملين تحت إمرته وحتى اللاعبين الرياضيين عند خسارتهم في سباق، إضافة إلى تصفية المعارضين له أو لمزاجه رغم كونهم من أتباع والده ومريديه. ففي عام 88 أقدم على قتل أحد مرافقي والده ومتذوق طعامه فقط لأنه أطلق النار في احتفال قبل أن يفعل هو ذلك، كما أطلق النار على عمه وطبان بسبب خلاف بين وطبان وخال عدي. بلغ السيل الزبا بوالده بعدما باتت تصرفاته تسيء إلى مؤسسة الحكم، فقام بسجنه لفترة قصيرة تدخل إثرها الملك حسين عاهل الأردن ليثير لدى صدام عاطفة الأبوة وينال عدي الصفح عن ذنبه بعد أن عفى عنه أهل القتيل. تركته ابنة عمه برزان بعد خطوبة استمرت لعدة شهور لم يكن الاستمرار فيها يوحي بحياة مستقرة في المستقبل، وقد لازمه عدم الاستقرار في المرحلة التالية. فقد تعرض عدي إلى محاولة اغتيال عام 96 نجا منها بأعجوبة، لكنه خرج منها بإصابات بليغة. منحت جامعة بغداد النجل الأكبر للرئيس درجة البروفيسور عن دراسة حول مستقبل العالم العربي، وربما يكون استحقاقه لتلك الشهادة مدعاة للشك، ذلك أنه لم يستطع قراءة مستقبل الحكم الذي استند إليه في تصرفاته، فكيف ينجح في قراءة مستقبل أمة؟ حياة البذخ والترف والجبروت وتدخين السيجار الكوبي ونفذ دخانه في أجواء انعدام لقمة العيش للعراقيين بعد سنوات الحصار، هذه الصفات أطلقها عليه كثير من المعارضين أو الواقعين تحت وطأة سياطه. تقضى باس وتحطه بمنقنة وتفعصه وتنعل والديه. ولعل المراقب لتصريحاته بعد نجاته من الاغتيال يدرك عدم نضج خطابه السياسي وربما تشتت ذهنه، فهو تارة يدعو إلى انفتاح سياسي أكبر ومرة يعارض الوصول إلى كسر العظم في العلاقات مع الكويت والسعودية، ومرة أخرى يطلب تحت قبة البرلمان الذي أصبح عضوا فيه بضم الكويت إلى خريطة العراق في ظروف امتازت بالحساسية والدقة. رحل عدي عن الدنيا التي ملأها ضجيجا وصخبا وخلف وراءه ذكرا يختلف الحكم عليه بين عين السخط وعين الرضا، ومضى من عالم تسوده الأهواء في الأحكام إلى عالم توزن فيه على المرء أعماله.